من اتخذ قرار عوده رافع؟ ما عندي والله فكره عنه. يعني قصدي اطار تنسيقي حكومه. لا سيد قاسم العرجي، احنا شفنا صوره سيد قاسم العرجي يتمشى وهو رافع. تدري هي عاده يعني الاطراف المعنيه سابقا كانت المصالحه الوطنيه اللي هي لجنه مرتبطه بمكتب رئيس الوزراء، مستشارية الأمن القومي تأخذ دور في بعض التفاصيل، جهاز المخابرات تأخذ دور في بعض التفاصيل، لكن يبقى لا يمكن لأحد أن يعود إن لم يكن هنالك توافق سياسي مع طرف مع طرفين. لازم أكو طرف سياسي داخل بالموضوع، لازم أكيد لازم أكو طرف سياسي. وأي شخص يعرض على القضاء، تدري أوراق القضائية وأولياته، ما هو رافع رجع، معلوماتي أنه استبعد كذا، ما أعرف شنو التفاصيل. لا ذاك غير رافع استبعد. رافع المشهداني. احنا نحكي عن مفتي الديار، ما يسمى بمفتي الديار. سيد رافع الرافعي اللي كان يخطب على المنصات، اللي كان يخطب واللي انتقد فتوى السيد السيستاني وقال هاي فتوى عنها كذا وكذا وكذا وكذا، فتوى 2014 اللي على اساسها أنا ما عندي والله تفصيل عنه بصراحة. احنا الإعلاميين عندنا أنا ما أدري. المفروض احنا نشتغل بالاجهزه الامنيه، ايش تقول؟ ممكن، لا مو شغلكم انتم تقصون اكثر من الاجهزه الامنيه.